السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي كل خير وسعاده حب عليا وعليكم. شوفوا بقى يا كتاكيتي، اول حاجه انا لسه جايه من السوق اهوت، بس قبل ما ابدا اي حاجه يا ريت تدعوا الاخت كده ربنا يخليها لعيالها ويشفيها يا رب، يا رب كده يشفيها. تدعوا لها كده دعوه كده من القلب. تاني حاجه انا النهارده قلت بعمل لهم ايه؟ باميه وبرم رز فلفل. بس انا جبت الباميه والطماطم وقبل ما اطلع نسيت اطلع اللحمه من الفريزر، بس مش مشكله انا حطيتها. بص انا هحط دلوقتي الاكياس دي وراح اطلعها، بس قلت ايه اتكلم معاكم الاول كده. يا ريت يا ريت قبل اللايك وقبل اي حاجه تدعوا لاختي دعوه من القلب ان ربنا يخليها لعيالها ويشفيها يا رب. ماشي، انا رايحه بقى اغسل الباميه ديت واركنها عشان امعها واعمل الطماطم في الخلاط، بس قبل كل ده اشوف اللحمه فكت ولا لا. بصوا بقى انا حطيت اللحمه فكت وقلت بقى ايه اغسلي يا بنت الرز. غسلته غسله كويسه وولعت الفرن، وقلت بقى ايه احط برم الرز دي عشان احنا عندنا الفرن بتاعنا ما هوش يعني ايه مش سريع قوي، فبرم الرز عندنا بتاخد وقت، حتى لو صينيه رز برضو بتاخد وقت، اي حاجه بتتحط في الفرن عندنا بتاخد وقت يا كتاكيتي. فقلت احط بقى ايه برم الرز ديت في الفرن، وبعدها بقى ايه اللحمه هتكون فكت، واشوف الباميه واشوف بقى ايه بقيه الحاجه، لان احنا عندنا الفرن بعافيه شويه. ما تنسوش بقى كتاكيتي وانتوا بتتفرجوا كده لايك ودعوه حلوه لاختي، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه. شوفوا بقى كنت هقول لكم ايه تاني، والله العظيم نسيتوني. انا نسيت كنت هقول ايه. على العموم يا جماعه عاوزه اقول لكم على حاجه عشان ديت يعني ايه معلومه. اي واحده زينا كده عندها الفرن بتاعها، يعني الفرن بتاع البوتاجاز ضعيف شويه، لو قدرتي ان انت البوتاجاز بتاعك من النوع اللي ممكن تدوري شوايه فرن، دوري الاتنين مع بعض، هتلاقي الحاجه استوت بسرعه وخدت وش. انما لو هو من النوع اللي تطفي الشوايه تولعي الفرن، تطفي الفرن تولعي الشوايه، خلاص بقى انت ونصيبك. ما علينا، المهم انا حطيت اللبن وحطيت الرز وحطيت اللبن وحطيت الملح اهوت، واحطهم بقى بسرعه كده ادخلهم على الفرن عشان دول هياخدوا وقت. والمهم جبت بقى ايه الحله ديت وحطيت فيها معلقتين سمنه، ماشي، وقلت بقى ايه احط البصله وهحط ايه اللحمه كده ايه تاخد لها صدمه كده ايه مع البصل، عشان النهارده الناويه. بص انا اكله الباميه ديت طالبينها مني من اول الشهر، وانا قاعده امطوح فيهم لحد الطفل زبودي ما قال لي ايه ان شاء الله احنا دخلنا على اخر الشهر مش هتعملها لنا بقى ولا ايه؟ قلت لها على ايه؟ بصوا هي كده اتشوحت وخدت لون، احط بقى الطماطم تستوي بس كده معاها الطماطم على بال ما اكون ايه خلصت تقميع الباميه، لان انتوا عارفين اكتر حاجه بتاخد وقت تقميع الباميه، وخصوصا الباميه الفلاحي دي لانها بتشوح. بس يلا مش مشكله، كل ده عشان خاطر عيون الاستاذ بيوتي. شوفوا بقى يا كتاكيتي، استنى تصدقوا كنت ناسي احط الملح والفلفل يا عيال. انا اليومين دول بقيت بنسى كتير قوي، بقيت بنسى بطريقه فظيعه، وادعوا لي انا كمان. بصوا هنا اهي التقليه هي عملت، حطيت بقى الباميه خلصت تقميعها. بص مش قادره اقول لكم المطبخ عندنا نار، حر نار، وادي راس توم فرمتها، يعني مش قادره اقول لكم امتى الشتاء يجي. انا من النوع اللي بحب الشتاء، ما بحبش الصيف ابدا ابدا. انا دلوقتي واقفه في المطبخ وشي عارفين المساحات بتاعه العربيات، عاوزه مساحتين كده يفضلوا ماشيين على وشي. استنى اشوف اللحمه طابت ولا لا. لا طابت. تعرفي يا عيال لما بديها صدمه كده مع البصله ما بتاخدش سوا، وخصوصا بقى كمان هرجع اقول لكم لو قطعيه اللحمه حلوه، انما لو قطعيه اللحمه يعني ما ربنا بقى معاكي. هي استوت كده خلاص، قلت بقى ايه الريحه مش قادره اقول لكم. ودي طريقه اسهل طريقه لعمل الباميه، من غير بقى محمر التومه للناس اللي عندها مشكله في معدتها ولا اي حاجه. دي اسهل طريقه واطعم طريقه. الناس اللي بتحب الباميه جربها كده وهتدعي. قلت بقى اما اغرف طبق كده ايه باميه عشان الجيش اللي واقف ورايا، واللي بقى عاوز بعد كده يبقى يقوم يغرف يبقى يقوم يغرف. استنى ما اطفي على عين البوتاجاز. شايفين البرم اهي طلعت 3 برم رز مع احلى طبق باميه باللحمه. الريحه ما اقولكوش،
ويومكم سعيد. واللي لسه ما قامتش تعمل غداها تقوم تشطر وتعمل غداها. وما تنسوش دعوة حلوة ليا ودعوة حلوة لأختي. ويومكم كله خير وهنا وسعادة يا رب كده. اللي نفسه في حاجة يحققها. نهاركم سعيد. سلام يا كتاكيتي.